ازيكم يا احلى متابعين وفانز في العالم ده كله؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير، ويا رب حياتكم تكون مليانة بالطاقة الإيجابية والحب. النهاردة معانا مطلب جماهيري كل العشاق بتاعه بيطلبوه مني. معانا كفتة وفوقها البطاطس من مطبخ مارجو. يا رب تعجبكم يا حبايب قلبي، ومش هطول عليكم اكتر من كده. معاكم كفتة وفوقها البطاطس من مطبخ مارجو بكل تكاتها وحركاتها. هقولها لكم كلها وفتحوا دماغتكم معايا كويس جدا، بس بعد الانترو. انزل يا ابني بالانترو. ودلوقتي هبدأ معاكم شرح عمل صينية البطاطس وتحتها الكفتة في الفرن اللي بتطلع تحفة تحفة تحفة. قدامكم المقادير: فلفل وملح، معلقتين توم، كيلو ونص او 2 كيلو بطاطس، كيلو طماطم تكون حمراء وجامدة، ومعايا نص كيلو لحمة هتبلها زي ما هوريكم بالملح والفلفل والبصل والبقدونس عشان تطلع احلى صينية بطاطس بالكفتة. ومعايا صينية مدهونة من تحت بطبقة حلوة بالسمنة البلدي. اول ما هبدأ معاكم بعمل الكفتة اللي موجودة تحت البطاطس، وكلنا عارفين ان الكفتة بيلزمها لحمة تكون دسمة شوية. قدامكم اهو انا بعمل الكفتة، حطيت عليها حوالي بصلة او بصلة ونص مبشورة في الكبة، وابتديت ادعكها حلو بايديا لحد ما تتجانس. هغسل حزمة او حزمتين من البقدونس حلوة جدا وانشفهم في فوطة، واقطعهم بالمقص قطع صغيرة جدا، وابتدي ادعكهم حلو واحطهم في التلاجة لمدة ساعة او ساعتين علشان الكفتة تتشمع. بعد ما اطلعها من التلاجة هبتدي اكبكب الكفتة على شكل اقراص، وبحيث ان ايدي تكون متزنة، ما اعملش قرص صغير وقرص كبير. اعمل كل الاقراص حجم واحد، الحجم اللي يناسب اسرتي، بحيث كلها تاخد نفس السوا، مش واحدة تستوي والتانية ما تستويش. زي ما انتوا شايفين بكبكب الكفتة وبطلعها زي ما انتوا شايفين حجم القرص قد القرص اللي جنبه، مش واحد كبير وواحد صغير. شكل الكفتة يفتح النفس. مش هقدر اقول لكم كلوها نية عشان محدش يقدر ياكل اللحمة نية، بس بعد ما تستوي هتاكلوا صوابعكم وراها. خلصت الكفتة هبتدي اعمل البطاطس. هقشر البطاطس الكمية اللي انا عايزاها كلها، واغسلها غسلة حلوة جدا تحت المية بعد ما قشرتها، وابتدي اقطعها على شكل شرايح. برضو ايدي تبقى متزنة، واقطع كل الشرايح قد بعضها علشان كلها تبقى سوا واحد، واقطع عليها بصلتين كبار على شكل جناحات او جوليان. خلصت تقطيع البصل هبتدي اتبل صينية البطاطس لوحدها بفصين توم او معلقتين من التوم المهروس، ملح وفلفل زي ما انتوا شايفين عندي كده في الطبق. طبعا بايديا هقلب البطاطس مع فلفل وملح علشان خاطر يتجانس وتاخد نفس الطعم. ادي بايديا هبتدي اقلب البطاطس مع التوابل بتاعتها حلو علشان تتجانس مع بعضها وتاخد طعم جميل. بعد ما قلبت البطاطس مع البهارات حلو جدا هبتدي ارصها بايديا رصه جميله على وش الكفته، وما حطهاش بشكل عشوائي عشان البطاطس ما تغيرش شكل قرص الكفته وتخلي شكلها جميل. ارص كل البطاطس بالشكل الحلو اللي انتوا شايفينه اللي يفتح النفس ده، وابتدي بعد كده اضرب الطماطم بتاعتي في الخلاط. طبعا الطماطم بنقيها حمرا وطريه شويه عشان تديني كميه من الصلصه الحمرا الجميله اللي تخلي الصينيه بتاعتي تطلع جميله وريحتها حلوه وشكلها ولونها يجننه. بضرب الطماطم مع شويه ميه، وطبعا بحط لها الشطه الحمراء او الهريسه اللي انا كنت عاملاها معاكم قبل كده في القناه. اضربها ضربه حلوه في الخلاط دقيقه او 2، وبعدين اصفيها بالمصفى عشان ما تنزلش القشور على الصينيه بتاعتي. بعد ما صفيتها هبتدي احط نقطه ميه كده على الصينيه علشان خاطر تخلي الصلصه بتاعتي تسيب، علشان الميه دي هي اللي هتستوي فيها الصينيه، وابتدي احطها على النار بتاعتي علشان تاخد غلوه من فوق على البوتاجاز. زي ما انتوا شايفين صينيه البطاطس اللي تحتها الكفته شكلها يجنن. يامي يامي، عاشت ايديكي يا بنت يا مارجو، احلى صينيه بطاطس بالكفته دي ولا ايه؟ انا عايزاكوا تيجوا تشوفوا منظرها يجنن ويفتح النفس. طبعا حطيتها على النار، ولما ابتدت تغلي شويه ابتديت احط لها معالق من السمنه
الطبيعي. بعد ما اتأكدت ان الصينية بتاعتي السمنة على وشها ساحت وبقت حلوة، هحطها جوه الفرن وتنتني بتابعاها كويس جدا من بره، ما بسيبش الحاجة واروح اقعد على اي حاجة تاني. متابعة الصينية لحد لما شرايح البطاطس تاخد لون حلو، وابتدي اطلع صينية البطاطس بتاعتي علشان اقدمها لحبايبي واسرتي. متابعة الصينية جوه الفرن لحد ما شرايح البطاطس تبتدي تاخد لون حلو. شايفين منظرها جوه الفرن؟ منظرها تحفة. طبعا شايفين صينية البطاطس طلعت من الفرن شكلها يجنن، ريحتها تحفة. عاشت ايديك يا بنت يا مارجو، احلى صينية بطاطس دي ولا ايه؟ دلوقتي هبتدي اغرفها، واللي عجبته الوصفة بتاعتي وشم ريحتها وشاهد لونها وجماله ادعموني بلايك واشتركوا في قناتي قناة مطبخ مارجو، وقولوا لي رأيكم تحت في كومنت يا حبايب قلبي، واستنوني في وصفة جديدة من مطبخ مارجو. بحبكم كلكم، باي باي.